يا صباح الورد على عيونكم اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير. تعالي كده هاتي نص كوبايه كده من الميه الدافيه، حطي فيها كده كيس من الخميره، اي نوع انت بتفضليه واي نوع انت تكوني مجرباه قبل كده. وهاتي كمان شويه كده من السكر، معلقتين من السكر كده، وحطيهم على الميه والخميره، وقلبي 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 وسيبي كل ده كده على جنب. شوفي بقى لغايه ما الخميره تخمر، وتعالي نشوف كده هنعمل ايه مع بعض. هنعمل مع بعض وصفه سهله ومش مكلفه. اعتبريها عيش، اعتبريها قرص، اعتبريها زي ما تعتبريه. هنا بقى كده نص كيلو من الدقيق، هتحطي عليه رشة من الملح، دقيق متعدد الاستخدامات. هنا بقى كده كانت خلاص الخميرة اختمرت، اللهم بارك، حلوة جدا. بصي اهي، بسم الله ما شاء الله، مختمرة حلوة قوي قوي. هتنزليها على الدقيق بتاعك وتبتدي ان انت تدخلي الخميرة في قلب الدقيق كويس. وكل اللي هنعجن بيه يا جماعة كوباية مية، ولا هنحط لبن ولا هنحط اي حاجة خالص، دي حاجة بسيطة جدا. وهنا بقى كده كوباية مية دافية، وابتدي انزلي شوية بشوية كده على الدقيق بتاعك لحد ما تلمي العجينة. انا طبعا هبتدي انزل حبة حبة، هي كل اللي اخدناه كوباية من المية كده، ما خدناش اكتر من كوباية مية. هبتدي بقى انزل شوية بشوية والم العجينة، وشوية بشوية والم العجينة. هنا بقى كده عايزة اعزز الطعم شوية، هنزل كده بمعلقة زبدة، معلقة سمنة، المتوفر عندك حطيه واشتغلي بيه، وابتدي دخلي الزبدة او السمنة دي كويس جدا في العجين. وتعالي اوريكي احنا هنعمل ايه. وانا عايزة العجينة يبقى فيها المطة دي، شايفة المطة الحلوة دي؟ زي ما بقولك هتبقى عاملة زي القرص الطرية، عاملة زي العيش، هتطلع معاكي حلوة جدا جدا، تنفع تتحشى، تنفع تتسقى في الشاي زي كده، انا بحب اسقي في الشاي. فهندخل السمنة كويس. هنا بقى كده نزلتها على الرخامة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اعجن فيها. بصوا سر اي نجاح اي معجنات يعني ان انت تعجنيها كويس. وطبعا لو ما عندناش عجان زي كده، مثلا انا ما عنديش عجان، هنعجن بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. نفضل نفرد ونلم ونفرد ونلم لغاية ما تتعجن معانا كويس قوي. بصي ما تعطليش نفسك على حاجة، ممكن كل حاجة تتعمل ببساطة وبسهولة وبإمكانيات عادية خالص. بصي افتكري زمان كده اني ما كانش فيه عجانات، ما كانش فيه مضارب، في ناس ما كانش عندها خلاطات. بصي هنحط بقى كده العجينة بتاعتنا، وهنجيب فوطة، نجيب حتة قماشة، نجيب كيس بلاستيك، ونغطي العجينة ونسيبها لما تخمر. هنا بقى كده اللهم بارك العجينة بتاعتنا، بصوا اختمرت وبقت علو ازاي. اديها بوكس كده في النص، وابتدي لمي العجينة بتاعتك اهي زي ما انتي شايفة كده. بصي بقى حرية بقى التشكيل ده بيرجع لك انتي. انا بقى هعملها كور زي ما هتشوفيها كده، ودي اسهل حاجة ممكن الواحد ان هو يعملها. بس نلم العجينة كلها كده في ايدينا. هنا بقى كده عشان ما اطولش عليكم، بصوا عملناها كور كده. طبعا تقدري تتحكمي في حجم الكوره زي ما انت عايزاها، عايزاها كبيره عايزاها صغيره، على حسب طبعا ما انت بتتحكمي فيها. واديها تبطيطه صغيره كده، وهخلص الكميه بتاعتي. هيطلعوا برضو كميه حلوه يعني، مش هيطلعوا كميه بسيطه. وهخلص كل ده وهوريكي هنعمل ايه. بس بعد ما هنخلص الكميه كلها هنرجع تاني نغطيها بالفوطه، ونسيبها تختمر للمره التانية عشان تديكي نتيجه افضل. كل ما العجين اختمر اكتر، كل ما اديكي نتيجة افضل، وبالذات في الشتاء، لان انتوا عارفين العجينة بتختمر في الصيف بسرعة اكتر من الشتاء. هنا بقى كده كنا خلاص، بصوا اختمروا بسم الله ما شاء الله. انا على طول بجيب معلقة بن بمعلقة لبن او بمعلقة مية، وابتدي ان انا ادهن الوش، عشان انا ما بحبش ادهن الوش بيض. شايفين؟ حلوة جدا جدا. زي ما قلت لك اعتبريها عيش، اعتبريها قرصة، هتطلع معاكي حاجة عظمة وحلوة قوي قوي قوي. هندهن كده الوش كده بالبن. وعندنا بقى شوية سمسم، شوية حبة البركة، المتوفر عندك حطيه يعني. ما تحكميش الدنيا قوي. ما عندكيش حاجة خالص يا ستي ما تحطيش، مش فارقة يعني. تمام. او كده. بصي طبعا بن عندنا كلنا يعني، في ناس كتير عندها بن، فبندهن الوش بن. واللي حابب يدهن البيت يدهن يا جماعة، كل واحد طبعا وحريته، دي راجعة ليكي انتي لحريتك الشخصية. وحبة سمسم كده على الوش، ودخلي الفرن على الشبكة. ما تعليش النار، خلي كل حاجة تاخد سواها مظبوط. ما تستعجليش على الحاجة. كل مرة بقول لكم لما بكون بعمل حاجة داخلة الفرن بقول لكم نفس الكلام، علشان خاطر في ناس بتستعجل على الحاجة، بتعلي النار فالحاجة تستوي من بره وتبقى نية من جوه. زي الكيك برضو، في ناس بتعلي عليه النار، هو بيحب النار الهادية علشان يستوي سوا حلو. خلاص. وجبت بقى شوية كده من السمسم، وهبتدي ان انا احط كده من فوق كل واحدة كده، وندخلهم الفرن. ومعلش بقى طولت عليكم، واول ما يطلعوا هوريهم لكم على طول.
هنا بقى كده اللهم بارك طلعوا بصوا حاجة بسم الله ما شاء الله حلوة قوي قوي. انا بحبهم بقى مع الشاي بجد، يعني بحب اسقي يعني في الشاي، او بقى ساعات الولاد بياخدوها ويفتحوها كده ويحشوها جبنة، كل واحد طبعا على حسب ما بيحب. السوا بتاعها حلو جدا، هي حلوة قوي والطعم بقى حلو، وحاجة بسيطة وسهلة ومش مكلفة ومش هتتعبك ابدا ابدا. جربي الطريقة ان شاء الله، الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم زي ما بقول لكم كل مرة ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.